عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده نحكي قصة يعتبر من عالم تاني. وايه هو العالم الاخر هو فعلا عايشين زينا وبياكل ويشرب زينا وحياتهم طبيعية. آه الحقيقة ايوه، هم عايشين زينا تماما. ليهم حياتهم وبيخلفوا وبيتجوزوا وحياتهم ماشية طبيعي. طب ايه الاختلاف ما بيننا؟ الاختلاف اللي احنا بني ادمين، لكن دول هم ربنا خالقهم. احنا كل واحد وليه طبعا صفة. وكمان ربنا احنا خلقنا عشان نعمر في الارض، هما كمان بيعمروا وبيخلفوا وبيشتغلوا وكل حاجة. لكن ليه احنا دايما فاكرين ان العالم بيبقى مختلف تماما؟ هو فعلا بيبقى مختلف، بس ما فيش فرق ما بيننا. لكن هما الطبيعي اللي هما عايشين زينا. عايزين نفهم بالظبط العالم اللي هم عايشينه فيه ده. وطبعا النقطة المهمة اللي لازم نحكيها طبعا ونقولها، ان ما ينفعش اللي احنا نمشي ورا اي حاجة ولا اللي احنا نفهمها. في حاجات ما ينفعش اللي احنا نفهمها تماما، علشان منع اللي احنا ما نتأذيش. طبعا العالم ليه حياته وليه عيشته، ما ينفعش اللي احنا ندور وراه. ياما في كتب وياما حاجات الناس آه، بيعرفوها وفي الاخر بيتأذوا للأسف. فينفعش ان احنا ندور ورا حاجة احنا مش هنستفاد بيها وفي الاخر هنتأذي منها. طبعا مهما نحاول نفهم الحاجات مش هنعرف برضو نوصل لها، لان طبعا هم العالم اللي هم عايشين فيه ده ما بيحبوش حد يدور وراهم. فضروري جدا ان احنا برضو ناخد بالنا من النقطة من الحاجات المهم جدا. تمام. فضروري جدا اللي احنا لازم نعرف احنا بنعمل ايه ونركز في حياتنا. ما ينفعش ان احنا نركز في الحاجة. وطبعا كتير مننا بيحاول يفهم العالم هو ازاي بيعيش وازاي بيخطط وفعلا بيشتغلوا. بس دايما احنا فعلا لما حاجة فيها تواجهنا، مثلا واحنا نايمين، هو فعلا الحاجة اللي احنا بنشوفها دي حقيقية. ايوه حقيقي. يعني لما نحس بخيالات، لما نحس حاجة بتتحرك جنبينا، لما نحس ان احنا في حد جنبنا، فعلا الحاجات بتبقى حقيقي. ولازم ان احنا نتعامل ان ده طبيعي في حياتنا. معنى اللي هم ليهم احنا بنكون صاحيين طول النهار، هم اساسا ما ينفعش ان احنا حتى بعد الساعة 12 اللي احنا نصحى نفضل صاحيين. لان طبعا دي هم دايما بالعكس. فضروري جدا ناخد بالنا. لازم ناخد بالنا، ما ينفعش الاطفال اللي هم يفضلوا صاحيين في الوقت يعتبر اللي احنا بنأذيهم تماما. بس كده. يا رب يكون القصة عجبتكم.